يتم حسمها من طرف المدربين. لازم يكون كيما مثلا ريال مدريد باينه كاش نهار في ريال مدريد كنا نقولوا شكون راح يلعب في وسط الميدان، على بالنا كاع مودريتش كروس وكاسيميرو. في برشلونه بوسكيتس تشافي انيستا. بصح هادو ماشي نعمه، هادو ماشي نعمه. النعمه كي يكونوا عنده بزاف كيما قال شيخي وعنده العقل عنده بزاف، بصح مازال ما صابش اللي يطلع من انجلترا. هذه عنده نعمه وهذوك بارسا والريال ما شوف محمد، عنده ثراء التشكيله يقدر يختار. ما تكون عندك ثراء التشكيله محمد تلعب بالمداوره، مثلا تربح اللقاء الاول دير التشكيله الاساسيه تاعك بوسط الميدان الاساسي، تفوز باللقاء الاول امام المنتخب السوداني، تفوز بالمباراه الثانيه امام بوركينا فاسو. هنا تبدا النعمه. في المباراه الاخيره انت ضمنت المركز الاول امام غينيا الاستوائيه، عندك خيارات اخرى دير المداوره. في كلامك اسمح لي، في كلامك كاين مغالطه. تفضل. لا حتى ما نغلطوش ايضا الجمهور الجزائري. لما تقول في ريال مدريد عندهم ثلاثي خط الوسط باين، هل في المنتخب الوطني عندك ثلاثي خط الوسط يعني هارب في المستوى على بقيه اللاعبين؟ وبيتكوفيتش راه يداور، بيتكوفيتش راه يداور في خط الوسط لانه في كل مره شكون اللي الاداء غير ثابت غير مستقر. لو كان بيتكوفيتش عنده ثلاثي خط وسط في اعلى مستوى كان يلعب هذاك الثلاثي. والدليل على كلامي لو الان في 5 كل واحد يدير ثلاثي خط وسط، انا راح نراهن بانه كل واحد عنده ثلاثي خط وسط تاعو. هيا نديروها سيد، كل واحد راح يعطيك ثلاثي خط وسط. شوف لانه كاين اختلاف بن شيخ. واحد يقول لك نلعبوا بن ناصر، واحد يقول لك لا نلعبوا شايبي، واحد يقول لك لا نلعبوا مازا، واحد يقول لك لا زروقي، واحد يقول كل واحد واش راه يقول. محمد بن ناصر بوداوي لازم واحد فيهم يلعب. احنا نتكلموا بن ناصر بوداوي يعني هم يلعبوا يعني نفس المنصب، ولكن هجوميا انا نظن انا على حسب رايي مازا وعبد الله هما هو بالنسبه ليه هو بالنسبه ليه بالنسبه لبيتكوفيتش قال لك بن ناصر وزروقي اللي عندهم نفس البروفايل، لاعب واحد فيهم نهار يلعب بن ناصر ما يلعبش زروقي. بالنسبه ليه خير بين بن ناصر ودا بن ناصر وزروقي ونحى بن طالب. بصح محمد مام هنايا كي تولي الارض الواقع تشوف شيء اخر. في المباراه الاخيره امام المنتخب السعودي شاهدنا زروقي كرقم يلعب على وسط ميدان متقدم على الجهه اليمنى. نعم. ما لعبش وسط ميدان دفاعي. انت من بعد تقول لي عنده نفس البروفايل تاع بن ناصر، علاش لعبته في مركز متقدم؟ نديروا تجربه بسيطه ميلود يا اخي. رانا نقولوا علاش ما يلعبش ثلاثي خط وسط دائما في كل المباريات. اعطينا ثلاثي خط الوسط بالنسبه لك، راح تشوف الاختلاف بين اكساس وبينك وبين شامبي. سا ديبون. شوف اولا انا ماشي مدرب، هذه حاجه الاولى. لا بالنسبه لك صح معليش. سا ديبون خطه اللعب مع بوركينا فاسو. سا ديبون خطه لو سيستم دو جو. كاين سيستم دو جو تاع 3-4-3، كاين 3-5-2، كاين 4-3-3، كاين 4-2-3-1. نعطيك انا الخطه، انا ديالي رايي 4-2-3-1. نعم. وسط الميدان بوداوي على الجهه اليمنى، بن ناصر على الجهه اليسرى، مازا، محرز، عموره، بونجاح. نعم. وميلود منذ قليل قال لك انا نفضل خط وسط اللي فيه بن ناصر وفيه عبد الله، هكذا قلت، ويزيد مازا. هاو اختلاف بين مازا وعبد الله نفس البروفايل ونفس المنصب، يلعبوا في نفس المنصب، ما يقدرش يلعبهم بين اكساس مازا كاين اختلاف. وبن شيخ قال لك في المباراه الماضيه ما عجبنيش بن ناصر وما عجبنيش شيء. يعني لازم يتغيروا شيخ في هذا السيستم دو جو. خلينا نسمع راي بن شيخ، تفضل. هذا المدرب هذا يا سي شيخي، نعم نعمتك دائما، شحال هو دوك في الفريق الوطني؟ تقريبا عامين ونص، قريب 3 سنين. في مارس الجاي 3 سنين. لا عام ونص. عامين. مارس الجاي عامين. مارس الجاي عامين. مارس 2023 شهرين الاولى. هذا المدرب هذا ليكيب ناسيونال هذه لعبت بزاف لي ماتش اوفيسيال اي اميكو هكذا. لليومين كاع الشعب رانا نقولوا المشكل خلينا من لي زوتر بوز، انا نقولوا بلي الوسط ماهوش يدور. عنده هذه الكمشه تاع لي ميليو تيرا، هو راهو يسييهم. خاطرين نتفاهم مع الجديات دوكا هكذا نوطراج نعرف كاش يلعب بالون، دوكا ندخلوا للتيران نفهم كي يفهمني ونفهموا. سيتهم كاع شويه شويه ليك تنجم تخير او موا ولا تغير تحط دوطر جوار. عبد الله شحال هو يلعب مليح في الفريق تاعو، تسقيلو قال انا نسي هذا اللاعب ماهيش عارفه نوطر جوار. سي خطره يتنوري اون ويت لعب مليح. نعم لعب مليح ومن بعد نحاه كاع يتيك. استدير هو واش حاب نقول لك هنا، ما صابش ميليو تيران كومبليمونتير ولكن خلاها هكذا،
خلى هكذا، اليوم ندخل هذا، تسمى شغل كل نهار ندخل واحد ما لعبش مليح نخرج ندخل الاخر. انا هو اللي راهو دون ليرور، كاينه حاجه راهي من جهته راهم لي ريزولتا. مي سي دوما بعيد الشر ما نتمناوش يورا با دو ريزولتا، كاع الناس واش تتكلم تعاود تسيب ليه هو، لان سي ولا ما كانش قولوا يعني ما لقيتش التشكيله الاساسيه خاصه في وسط الميدان. لازم يصيبها. انت مدرب لازم تصيبها. انت عندك، شوف تكلمنا من قبيله على حجام باين الدور تاعو. حجام ولا تلعب سي ان جوار اوفونسيف اي ديفونسيف 2000 خطره خير من ايت نوري. نعم هكذا صح، هو يلعب ايت نوري، ما تقوليش هو يطاكي. حجام كان هو يطاكي. ايت نوري شفناه خطره زوج يحكم يبدا يدور غير التماتيك، ومن بعد هذا لونترينور يا كيلك شوز كي نفا با هنا في المدرب. كاينه حاجه اون نوز با ندير دركا بوتات، مي بلو طار ان شاء الله نهضروا عليها. ما كانش منها هذه. كاين دي جوار اونترينور يشوف جوار اريير دروا ولا اريير كوش ولا ما يساويش يلعب، نقلبوا. هذا نقلبوا. انا البارح صارت في دوكيومونتير هذه نقولها لكم، صارت دوكيومونتير كاع تعرفوها، دوكيومونتير على بوسكاس كيفاش لعب في البارسا، يلعب في التروازيام ايكيب تاع البارسا بي، كاع داروه هذا تقيل ماشي جوار. جا سيخونا اللي يعرف كرة القدم شافوا قالوا هذا اللي نسحق من التروازيام ديفيزيون ولا داي تشامبيونز ليغ ولا مام كابيتان في ليكيب ديسبان ودا كوب دي موند ودا كوب دوروب. شوف لونترينور لازم يكون عنده الكوداي ويلوز ياخذ شخصيته. انا نحب نلعب مثال عبد واسمه هذاك الجوار شرقي ارير دروا. نحب نلعبوا الطروازا مارا سونترال نلعبوا. انا عندي سيدي خويا راني مامن بواش نقول واش نخدم. ولا ماكش مامن. هذه هنا اللي ماهوش مامن. اليوم كاين بوداوي بالنصر، ومن بعد زروقي ما نستناوش كاع، ومن بعد يدخل، ومن بعد عاود نحي زروقي، عاود زيد جيب لنا زرقان، عاود زيد جيب لا مازا يدخل يلعب مليح يخرج، ما يزيدش يدخل رون بلاصو. علاش يدخل رون بلاصو؟ باسكو يلعب مليح. هنا المشكله يلعب مليح. انا ما نفهمش الفوتبال. انا ندخلك اليوم دير لي روندمون شباب، ومن بعد نحيك ندير هذاك اللي روندمون تاعو ما دارش مليح هذاك الماتش. علاه انا كاين نقطه الاستفهام هنا. يفو تبحث مليح وتحبط لتحت القدره كما يقولوا. تفضل مير محمد وش يتكلم صراحه. كاين لاعبين يعطيهم فرصه، راح يكون حاسم في المقابلات القادمه. لازم يعمل على كما نقولوا العمل الذهني، وان شاء الله كما في المقابلات الجايه يسجل. بن شيخ، بعد نهايه هذه المشكله هل تتوقع ان يكون بونجاح اساسيا في المباراه الثانيه؟ وهل تتوقع تالقه وتسجيله امام بوركينا فاسو؟ يسجل هذيك حاجه اخرى. سي لو جو كي فا دوموندي سا، ولكن يكون تيتولار بيان سور يكون تيتولار. بونجاح دار مقابله في المستوى. نعم. البرومي بيت لا باس تاعو في الحق ما يكونش هو التما. الدور تاع لي ميليو تيران هذاك انا توريك ميليو تيران ما نجموش يديروا اون باس باراي. دونك هو مزعف حبط هذه لو فات ما يعطيولوش وكذا، حبط لتحت جاتو لا بال الى شاف صاحبه في بوزيسيون كيما يلزم الحال وعطاه كره. انا ليا خير من لا باس تاع خير من لي دو واش داروا واسمو عمورة عمورة باس البوداوي رجعها. دونك كاين هو ومن بعد يجي محرز اللي داروا ليسونسيال. الاخرين شي ساهل، الاخرين عمورة وحده راح لازم يرجعها، بوداوي راح يجري او على باله بلي هاو ما نشوف في محرز راح نجري يرجعها هكذا حطها داخل. انا نظن هنايا يفو ريميرسي بوكو نشكروه كثير بونجاح لان دار اون باس اللي ما نجموش يديروها لي ميليو تيران. نعم. نواصل مع المنتخب الوطني وتحضيراته. اعطينا يا انا سي با كونتر ياخذ دي فوتو لان ما راش يحكم لك نص ساعه ولا يا ربي 2 مينيت ولا 3 مينيت. او كونترير هما جاو من الجزائر واللي جاو من الخارج وكذا حبوا يتصوروا معك، تصور كل واحد يتصور مع سيبورتور ولا اللي يتصوروا. لا ليسونسيال هنايا ما همش رايحين يطولوا قضيه كلكو مينيت يتصوروا ويروحوا للسبورتور يخرج فرحان والجوار كيف يدخل ومن بعد بعقله ماشي حاجه ماشي. ميلود كان رجل اللقاء انا نقول مستحقه وان شاء الله في المقابلات الجايه يزيد يكمل في هذا المنوال. بن شيخ في الحصه الماضيه ثمنا العديد من النقاط الايجابيه وقلنا كاين العديد من النقاط المضيئه في مباراه السودان.
لكن كاين أمر مهم لم نتكلم عليه. على بالك يا بن شيخ تحصلنا على 11 ركنية، 11 ركنية، 0 هدف، لم نستغل أي. الجزائر تحسم الجولة الأولى من مشوارها في بطولة كأس أفريقيا بالفوز الكبير على منتخب السودان بنتيجة مريحة جدا، ثلاثية نظيفة استهلها رياض محرز بهدف في الدقيقة الثانية. كان تقريبا أسرع هدف في الدورة إلى الآن بعد هجمة رائعة جدا كانت فيها التكامل بين الكرة المرتدة، أيضا التيكي تاكا والإنهاء الجميل. طبعا الهدف الثاني أيضا كان عن طريق أيضا اللاعب محرز بعد تمريرة جميلة جدا من اللاعب عمورة المتألق وهداف بطولة أو هداف تصفيات كأس العالم للجزائر وقارة أفريقيا. أيضا الهدف الثالث كان للبديل والموهبة اللاعب الصغير جدا اللاعب إبراهيم مازا، وبهذا يكون مازا هو أصغر لاعب يسجل في الكان لمنتخب الجزائر. الكرة كانت أيضا بمساعدة المهاجم بغداد بونجاح، يعني كانت توزيعة جميلة جدا من حاج موسى. أيضا بعد ذلك راحت إلى بغداد بونجاح يمررها إلى مازا، وكان الهدف الرائع جدا. الفوز هذا جعل الجزائر في المرتبة الأولى، بالرغم من أن بوركينا فاسو فازت على منتخب غينيا الاستوائية، لكن فرق الأهداف كان لصالح الجزائر. منتخب بوركينا فاسو انتهت نتيجة المباراة 2-1، يجعلها الآن في المرتبة الثانية ب3 نقاط وزائد 1. الجزائر في المرتبة الأولى 3 نقاط وزائد 3. بعدها تأتي غينيا، وبعد ذلك يأتي منتخب السودان متذيل الترتيب. الجولة القادمة ستكون بين الجزائر وبوركينا فاسو على الأغلب لتحديد متصدر المجموعة، بينما غينيا ستواجه السودان، وفي المجموعة أو في الجولة الأخيرة ستواجه الجزائر منتخب غينيا الاستوائية، بينما السودان ستواجه منتخب بوركينا فاسو. يصعد الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث من كل المجموعات. بذلك الجزائر تكون نسبة كبيرة أنها ضمنت التأهل إلى الدور القادم.